حدث شيء ما حدث. لكن مصطفى اريد بس يعني لحظه واحده انه اريد اذكر هذا الاسم عثمان عبد المجيد، هو شخص سوداني مقتدر هنا طبعا هو ما حب انه اذكر اسمه، وردت اصور معه. هذا الشخص عنده باختصار شديد عنده شقق فندقيه، اجى جو الجزائريين وجو المصريين الى هذا البلد، وتعرف انه كم هائل وصل من الناس الى هذا البلد يا مصطفى. وفي سمسار جاب مجموعه من المصريين ومجموعه من الجزائريين حتى يستاجرون من عند الشقق الفندقيه. مصطفى انطى الشقق بدون مقابل، وانطى اجره السمسار اللي جاب الناس، ولحد الان هم ساكنين بالقرب من هذا الفندق مالتنا، وراح يطلعون بكره الصبح وهو بدون ما ياخذ من عندهم درهم واحد. طبعا هذا اكيد هذا نجاح السودان، نجاح المباراة، نجاح الناس اللي ضيفت. نعم. هذا اللي ضيفت 11,000 جزائري وتقريبا ما يقارب 20,000 مصري. نعم. طيب عصام لك تعليق، تفضل. تعليق يا مصطفى، اذا كانت المنتخب الجزائري يستحق كل التهنئه ومنتخب مصر يستحق الاشاده، فان فعلا السودانيين يستحقون تحيه خاصه جدا، لانهم تصدوا لهذا العبء الشديد بامانه شديده تشفق على اي دوله كانت ممكن تصطدم هذه المباراه. صحيح. القنبله الموقوته، مباراه قنبله موقوته ممكن ان تنفجر في اي لحظه. نعم. لكن تصدوا لهذه المسؤوليه بشجاعه كبيره، واعتقد ان الانطباع حتى انطباع الاتحاد الدولي، انطباع كل المراقبين في صالح السودان. صحيح. واعتقد ان هم خرجوا فعلا رابحين من